دول ملعقي حاجة تحفة وجميلة، والريحة والطعم جنان، بتكات وتركات هتفرق معاكي في الطعم واللون الحلو ده. هنشوف مع بعض طلع معايا ازاي واحدة واحدة. تعالوا نشوف عملت ايه. بداية انا بجيب محشي مشكل، كوسة وفلفل وبتنجان، وما بطريش البتنجان، وبسيب فيه شوية لحم بسيطة، مش بقوره قوي عشان يستحمل معايا بالمنظر ده. بطلع القلب منه، والفلفل انا مش بسيب القمع بتاعه، وبشيل البذور منه، بيبقى معايا بالشكل ده. والكوسة نفس الكلام، بسيب شوية فيها لحم علشان عقبال ما تستوي تستحمل وما تتهريش معايا. بالنسبة للبصل، في مية سخنة بشقه من الجنب وبحطه مجرد 5 دقايق، وبطلعه في مية ساقعة من التلاجة مش من الفريزر، وبيفك معايا وبيبقى بالشكل ده. بيبقى تحفة وبيبقى سهل. القلب بتاعه دوت انا باخده بعمله في الخلطة، بشرته بالمنظر ده، وهحطه في خلطة المحشي. بضيف الرز ومش بغسله ولا بنقعه طالما الرز نضيف. وبضيف 4 معالق كبار صلصة من الجاهزة، وبهارات بتاعتنا ملح وفلفل وكمون وكزبرة ونعناع وحبهان بودر. بشرت 4 حبات طماطم، والمفروم نص كيلو مفروم. وهحط الخضرة مشكلة كزبرة وشبت وبقدونس مفرومين ناعم. وهحط دبس رمان نص كوباية، واقلب الخلطة دي كلها. اتنزل على المعلقة وهبدأ بايدي كده اقلب كله، اقلب كويس. وهضيف نص كوباية زيت زيتون، واكمل تقليب الخلطة، والخلطة تبقى معايا كده جهزت. هبدأ اجيب المحشي بتاعنا ونبدأ نحشيه. هبدأ بالبتنجان، ما نكبسوش قوي، اسيب مسافة عقلة صباع علشان لسه هيزيد اثناء السوى بالشكل ده. اكمل انا الحشو بنفس الطريقة، منملاش قوي، وناخد بالنا ان هو بيزيد على النار اثناء السوى. والفلفل نفس الكلام، هحط بمقدار نص الفلفلية المنظر ده، وبحاول اكبسها عشان ما تطلعش الخلطة بنفس الطريقة دي. الفلفل مش بكبسه قوي، مش بحط خلطة كتير، يدوبك يكون نص الفلفلاية خلطة بنفس الطريقة دي. وبالنسبة للكوسة نفس الكلام، بسيب فيها مسافة عقلة صباع عشان بتزيد في السوا وبنعمل حساب السوا. اكمل انا بنفس الطريقة دي. بالنسبة للبصل، انا باخد طبقة البصل اللي احنا عاملينها، واحط حشوة على قدها، وابرم والف كأني بلف ورقة محشي بالمنظر ده. بقت معانا بالشكل ده. هكمل بنفس الطريقة، احط خلطة واقفل عليها واشيل الزيادات من الجناب. بيطلع جميل وتحفة، ولما تحطيه في المية الباردة ما يتهريش منك. وبالنسبة لورق العنب، بحط الخلطة على قد ورقة العنب، بقفل عليها من الجناب وابرمها بالمنظر ده. هكمل الكمية اللي معايا بنفس الطريقة، وهنشوف هنرص الحلة بتاعتنا ازاي، وايه اللي هنسقولها. كل ده هنشوفه مع بعض. بالنسبة للحلة، انا بحط في ارضيتها معلقتين زيت زيتون
وابدأ ارص اللحمة سواء كانت ريش او لحمة شرايح، بس يا ريت تكون ضاني عشان بتستوي بسرعة، متاخدش وقت زي اللحمة الجاموسي. بالمنظر ده مش هسيب فراغات، احط في الارضية كلها اللحمة. بعد ما حطيت اللحمة في ارضية الحلة هبدأ ارص البصل المحشي معانا. اول حاجة هحطها بالمنظر ده، ارصه بعد اللحمة بالشكل ده، بحاول اوزعه علشان هحط جنبه ورق العنب. نفس الطريقة دي، ولو في ورقة عنب مفتوحة نقفلها كويس. بنفس الطريقة هكمل رص ورق العنب حوالين البصل، وهعمل طبقة من المحشي حلوة الأرضية بالشكل ده. بكده انا خلصت ورق العنب. هبدأ ارص المحشي بتاعنا، بتنجان والكوسة والفلفل، ممكن نحشي بطاطس او طماطم او اي خضار بتحبوه. هكمل انا رص، اخلي على الوش كده البتنجان والكوسة اقفهم جنب بعض واقفل بيهم الحلة، وهنشوف الشكل النهائي هيبقى عامل ازاي. هكمل رص الحلة ونشوف ايه اللي هنسقي بيه المحشي بتاعنا. لو في فراغات بنكمل الفراغات دي. وهنا بقى معايا مية سخنة، احط عليهم معلقتين صلصة جاهزة وملح وفلفل، وهبدأ انزل بيهم على المحشي بالشكل ده. مش هملى الحلة قوي، يا دوبك يبقى واصل لغاية نص البتنجانة او الكوسة، وهسيبه يغلي على النار اول نص ساعة على نار عالية، وبعد كده ببدأ اهدي عليه النار يبقى بالشكل ده. ببدأ على اخر 10 دقايق اعلي النار، عشان عايزة ادي لسوعة كده للحمة تبقى محمرة معانا وجميلة واخدة لون حلو. وكده جاهز معانا بالشكل ده، تحفة، دايب دوب واللحمة دايبة واخدة اللون حلو. بصوا الحلة بتاعتنا نضيفة ازاي، واللحمة واخدة اللون الحلو، والريحة مش عايزة اقول لكم عاملة ازاي، تحفة. وكده جاهز معانا المحشي وسخن وتحفة، ريحة وطعم، أكلة هتبهرهم من الآخر. حاجة كده تحفة ودايبة دوب، والرز مفلفل واللحمة دايبة. يا ريت الوصفة تكون عجبتكم، جربوها، صحة وهنا على قلبكم.